السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي؟ ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة مراجعة قبل الامتحان، مجموعة من الأسئلة متنوعة ان شاء الله ما يخرجش عنها المنهج. الموضوع سهل جدا. باقي الأسئلة الخاصة بالرسم هتبقى موجودة على القناة في قائمة اسمها تربية فنية، او في الوصف بتاع الفيديو هتلاقوا كل الفيديوهات اللي انتم محتاجينها علشان تعرفوا ترسموا باقي الأسئلة اللي موجودة. زي السؤال التاني بتاع التعبير الفني، في فيديوهين اسمهم ازاي نرسم في الامتحان حتى لو ما بنعرفش نرسم. ده بعلمكم فيه ازاي ترسموا عناصر مختلفة ممكن تستخدموها في اي موضوع. انا مش بعلمكم ترسموا موضوع واحد بعينه، ولكن بعلمكم ازاي ترسموا حاجات تستخدموها في اي موضوع. في موضوع تاني عن الريف، يعني في موضوعات كتير ممكن تتعلموا منها. وعندكم كمان إجابة السؤال التصميم الابتكاري، ازاي نجاوب السؤال التذوق الفني، سؤال القص واللزق، بحيث يبقى معاكم كل الاختيارات وتعرفوا ترسموا كل حاجة انتم محتاجينها في قلب الامتحان. تمنياتي ليكم بالتوفيق. طيب دي مش أسئلة معانا. ما هي أنواع الطينات الخزفية؟ عندنا 3 أنواع من الطينة: طينة البوكلي، الكولين، الأسواني. 3 أنواع من الطينة: البوكلي، الكولين، الأسواني. طيب، متى توضع البطانات على الأشكال الخزفية؟ طبعا البطانات دي بتتحط امتى وهي رطبة عشان تمسك في الجسم اللي احنا بنعمله. يبقى بتتحط البطانات امتى وهي رطبة. ما هو الجليز؟ هو طبقة رقيقة جدا من مادة زجاجية توضع على الخزف. ما هو الجليز؟ هو طبقة رقيقة جدا من مادة زجاجية توضع فين؟ على الخزف. طيب عندنا أنواع الجليز كم نوع؟ عندي جليز شفاف ومعتم ولامع وأبيض. يبقى عندنا 4 أنواع من الجليز: جليز شفاف ومعتم ولامع وأبيض. اذكر نوعين من أنواع الحفر على الخشب. عندنا حفر بارز وحفر غائر. طيب ايه نوع الخشب اللي صنع منه تمثال شيخ البلد؟ زي ما قلنا قبل كده هو خشب الجميز. ما هو أشهر تمثال صنع من الخشب؟ طبعا تمثال شيخ البلد. ما هو أنواع المنظور؟ عندنا هندسي ومعماري، منظور هندسي ومعماري. ما هي أنواع الزخارف التي استخدمت في تزيين الأخشاب في الدولة القديمة؟ عندنا زخارف نباتية وزخارف حيوانية. لماذا يتم نقع الخيرزان قبل استخدامه حتى يلين ولا ينكسر ويسهل استخدامه؟ يبقى هم بيشكلوه ازاي؟ بينقعوه طبعا في المية برضو عشان يعرفوا يتحكموا فيه وعشان ما ينكسرش أثناء الاستخدام. طيب العصر الذي ظهر فيه الخزف ذو البريق المعدني هو العصر الإسلامي. ايه هي أنواع الأفران الخزفية؟ عندنا أفران كهربائية وأفران شعبية. ما المحافظة التي نحصل منها على الطين لصناعة الخزف؟ طبعا محافظة أسوان. اذكر طرق تشكيل الخزف. عندنا الحبال والشرائح. اول حاجه معانا الاسئله بتاعت صح وخطا، ودي بتبقى سهله جدا، ودايما الامتحان يا اما بيجي صح وخطا يا اما اختيار. طيب من انواع الافران الخزفيه عندنا الكهربائيه والشعبيه، صح. من دلالات براعه الفنان القبطي في اعمال النجاره ابواب الكنائس والشبابيك، صح. طبعا لو عديتوا على الكنائس وشفتوا الابواب بتاعتها والشبابيك والفن النحت والحفر والحاجات اللي معموله فيها، بجد حاجات يعني فن رائع جدا. ممكن تنزلوا تشوفوا كمان في مصر القديمة. طبعا عندكم مجموعة من الكنائس هناك رائعة جدا. طيب ظهر الفن أو ظهر الخزف ذو البريق المعدني في العصر القبطي، خطأ، ظهر في العصر الإسلامي. الجليد هو طبقة رقيقة من مادة زجاجية، صح. طبعا دي بتستخدم على الخزف علشان يديله الطبقة اللامعة اللي بنشوفها في الآخر بعد الحرق. صنع تمثال شيخ البلد من خشب الجميز، صح. من أشهر فنانين الخزف في مصر الفنان سعيد الصدر، طبعا صح. من أهم الصناعات الشعبية السلال والحصير والأثاث المنزلي، صح. نحصل على الطين الأسواني من سوهاج، طبعا خطأ، من أسوان. ظهر الخزف ذو البريق المعدني في العصر الإسلامي، صح. من طرق تشكيل الخزف الحبال والشرائح، صح، وكمان الضغط. ظهر في الدولة الحديثة الأثاث المطعم بالعاج والأبانوس والزجاج، خطأ. تستبعد المشغولات الخزفية التي بها شروخ من الحرق الأول، طبعا صح عشان ما تتكسرش وتبوظ بقية المشغولات في الفرن. زخرفت الأبواب في العصر الإسلامي بزخارف نباتية وحيوانية وهندسية، طبعا صح. أكمل العبارات الآتية من بين الأقواس.
من طرق تشكيل الخزف طريقة الشرائح والحبال ونقط ايه، اللف ولا الضغط ولا شد؟ الضغط. احنا قلناها برضو في السؤال اللي فات. انا سايباها مش محلولة عشان في ناس قالوا لي سيبيها مش محلولة عشان نحل معاكي. ظهر الخزف ذو البريق المعدني في العصر نقط الفارسي القبطي الإسلامي. ها، طبعا العصر الإسلامي. تتكون البطانات من 70% طينة و30% ايه، رمل ولا حصى ولا أكسيد؟ برافو برافو، أكسيد. يبقى هنا بتتكون البطانات من 70% طينة و30% أكسيد. طيب، تمثال شيخ البلد صنع من خشب ايه يا ولاد؟ الصنوبر ولا الجميز ولا البامبو؟ صنوبر، جميز، بامبو. طبعا من خشب الجميز، طبعا من خشب الجميز. كده احنا خلصنا المراجعة بتاعتنا ان شاء الله، ويا رب كده بكل التوفيق ليكم. وزي ما قلت لكم كل الفيديوهات وكل الاسئلة اللي انتوا عايزينها هتلاقوها في قائمة تشغيل اسمها تربية فنية، ازاي تحلوا باقي الاسئلة من اول سؤال التعبير الفني لغاية سؤال القص واللزق. وطبعا سؤال القص واللزق ده بيبقى اختيار كويس لو انتوا قدرتوا ان انتوا تشتغلوا بيه، حاجات بسيطة جدا زي ما في فيديوهات بتوريكم. فالموضوع سهل جدا، ما تخافوش عشان لو ما عرفتوش تحلوا اي سؤال، وكل الاسئلة باذن الله هتيجي اسئلة سهلة وتعرفوا تعملوها. عندكم كمان طريقة حل السؤال التذوق الفني على قناة Very Easy Draw، دي قناتي التانية هتلاقوا عليها برضو في فيديوهات بتنزل عليها. تمنياتي لكم بالتوفيق. لو في اي اسئلة اكتبوا لي في التعليقات، وربنا يوفقكم ان شاء الله في كل المواد. طبعا لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي بننزلها. تمنياتي لكم بالتوفيق، مع الف سلامة.